صباح الفل. انا هضرب لكم مثل كلنا بنعيشه. نبقى عارفين ان واحد فلوسه حرام، او مثلا هو بيتاجر في المخدرات او ولو جه ذبح عجلين وفرق على كل واحد 2 كيلو لحمه وكل واحده حته قماش، هتمسكوا الطبله وتسقفوا وترقصوا وتقولوا الحاج صاحب الفضل، ربنا يخليه. مع ان صاحب الفضل ده هو اللي مبهدل الدنيا ومضيع الشباب ومضيع البلد وخارب الدنيا، واللحمه اللي انتوا اكلتوها والقماش اللي انتوا اخدتوه هو برضو من قلوبكم. ما بصش لمستقبل شبابكم ولا مستقبلكم ولا لحياتكم ولا بص لاي حاجه في الدنيا. هتقولوا عليه الحاج صاحب الفضل، الحاج صاحب الفضل. امال ايه؟ مش احنا طول ما بطننا مليان احنا في امان؟ هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بالغلاء؟ اشمعنى البلاء ده دونا عن اي بلاء تاني؟ علشان احنا نقطة ضعفنا بطننا كرشنا، عشان احنا بنبيع ذمتنا، بنروح نشهد زور ب1000 جنيه، بنقول في حق اخواتنا بغدوة اللي يهز عرش ربنا، عشان احنا بنسقف للي يدينا برافو، علشان احنا بنحب اللي ايده في بقنا. بس عايزين الحكومة وعايزين الشعب وعلى مستوى الافراد، على مستوى الافراد يحبوكي امتى؟ يحبوكي امتى؟ طول ما ايدك كده، طول ما ايدك في بقهم. ايدك وجعتك، ايدك اتشلت، مش مشكلتهم، مش مشكلتهم. احنا ناس بنبص تحت رجلينا، ما عندناش بعد نظر، عايزين الاكل والشرب بس، وده برضو حقنا، بس احنا ادينا الحق ده اوفر، زيادة، نعمل اي حاجة عشانه، مع ان احنا مبسوطين وحلوين، نشهد زور، نسب بعض، نشتم بعض، ناكل بعض، كل ده علشان الكروش تكبر وتعلى. لكن لما يجي حد يقول لنا يا جماعة اصبروا شوية على بال ما اعملها بلد زي الناس، مش واخدين على كده، مش متعودين، احنا عايشين في العشوائيات اللي بتطلع لنا البلطجية وبتطلع لنا الحرامية. ولو حد جه يقول كلمة حق يتشتم ويتلعن. دينك قالك كده؟ دينك قالك كده؟ انا كلامي مش عاجبك ما تدخلش تسمعه، اعمل لي بلوك يا سيدي. كلامي وحش بدل ما تشتمني، ها، وانا اخد من حسناتك، ده لو كان عندك حسنات اصلا اقفل يا باشا التليفون. انتوا ما عندكوش اي سياسة اقتصادية في الحياة. حل الغلا في كل حتة، المقاطعة ايه؟ مش قادرين نقاطع الفراخ واللحمة لمدة شهرين، والبيض شهرين 2، شهرين 2 مقاطعة، وكل حاجة هتبقى زي الفل. معروف ان السلع كلها عرض وطلب، ان قانون الاقتصاد وقانون البيع والشراء عرض وطلب، الطلب اكتر من العرض. وبعدين عمالين تصوتوا من الغلا واللحمة، امال الجزارين فاتحين ليه؟ ما شفتش جزار قفل ولا فرارجي قفل ولا اي حاجة قفلت. حاجة غالية نسيبها لما ترخص، مش هنموت لو ما كلناهاش، مش هنموت. الغلا ارحم من من المخيمات، الغلا ارحم من الحروب، الغلا ارحم من الشعوب اللي اتدمرت، من الشعوب اللي باعت بلادها. انا مش بدافع عن حد والله، ولا ليا اي مصلحة، ولا ليا اي مصلحة، ولا عايزة اي حاجة من اي حد. اللي تقول لي عايزة تترقي واللي تقول لي لا ده انت مش عارفة ايه، لا خالص والله. انا بقول واقع، وانا الكلام ده اتحاسب عليه قدام ربنا. احنا لازم نغير سياستنا، مش كل حاجة البطون، مش كل حاجة البطون. البطون ممكن بلقمة عيش وبرغيف عيش وحتة جبنة نشبع، والعالم كله فيه أغنياء وفقراء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع الزكاة وحلل الصدقات.